إصباح قطاع الصناعة التقليدية رافعة لتثمين التراث الوطني وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية لبلادنا، لكونه مكونا أساسيا لتجويد وتطوير العرض السياحي، فقد أولته الحكومة عناية خاصة بفعل تضرره من تداعيات الأزمة الوبائية، خاصة وأنه يشغل أزيد من 2.5 مليون مغربي. في هذا الإطار تم العمل على إعادة تنظيم هذا القطاع من خلال تفعيل قانون تنظيم الحرف الذي انتظره الصناع التقليديون منذ سنوات، وذلك باستصدار نصوص تنظيمية لتطبيق مقتضيات القانون المتعلقة بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، إضافة إلى إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية، وكذا المنصة الإلكترونية الخاصة به لتمكين الصناع التقليديين من الاستفادة من جميع العروض والخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة. وفي إطار تطوير العرض التسويقي، عملت الحكومة على تسريع برامج تأهيل البنية التحتية المتواجدة وإحداث بنية جديدة عبارة عن فضاءات للعرض والبيع وقرى ومركبات ومناطق أنشطة ودور صانع في العالم القروي، حيث توجد 64 بنية في طور الإنجاز، إضافة إلى إعداد مقاربة جديدة لتأهيل فروع الصناعة التقليدية ترتكز على تطوير شامل للمنتوج المغربي عبر توفير المواد الأولية والإنتاج ثم التسويق. وستمكن هذه المقاربة من خلال الامتياز، يعني دي سونتر ديكسيلونس وحاضنات إحدى المقاولات زانكوباتور لتحسين جودة المنتوج وتعزيز آليات تسويقها ولمواكبة المهنيين فيما يخص الترويج لمنتوجات الصناعية. أطلقت الحكومة حملة ترويجية كبرى لتسويق المنتوج المغربي في العديد من المدن المغربية بالمراكز التجارية الكبرى، وبالموازاة مع ذلك تم تنزيل عدد من الاتفاقات المتعلقة بالتسويق الإلكتروني.